انا عمري ما كان عندي مشكله مع البنات تماما يعني، فعلا نهائي حقيقي بجد يعني، وربنا ما يجيبش مشاكل يعني. انا حتى بحب البنات قوي، بس عندي مشكله او بتضايقني بعض الافعال المشينه اللي انا اتكلمت عليها قبل كده واللي هتكلم عليها دلوقتي. حواجبك انت حره فيهم، انا ما عنديش مشكله معاهم خالص، بجد فعلا ما عنديش اي مشكله معاهم. بس انا كراجل ماشي في الشارع ما ينفعش اول حاجه تلفت انتباهي في شكل امك كله حواجبك، يعني ما يصحش. خبرتي الصغيره بقى في صنف البنات، فابتديت كده في الاونه الاخيره اعمل شويه دراسات تربط بين شخصيه البنت وحواجبها. فاكتشفت حاجات حلوه قوي. اجمل شخصيه فعلا اللي لسه سايبه حواجبها زي ما هي، ما عملتش فيها اي حاجه غير ان هي تشيل الرتوش بس كده، تشيل الرتوش عشان تبان كيوت وبتاع. ودي مش موجوده خلاص، دي خلصت. يعني انت مش هتلاقي بنت حواجبها سليمه خلاص. الموضوع ده انت بقى سايبه حواجبها خالص خالص، عامله زي الغوريلا، وشنب اصفر معفن كده صغنن، السالف بتاع محمود ياسين، يعني حته سكسوكه هنا مثلا تصبغها لك اصفر، شويه دلع كده يروقوا علينا. عين بقى فعلا ان انا ما عرفتش افهمهم ولا حد في الدنيا كلها يعرف يفهمهم. اول نوع منهم البنت اللي بتشيل حاجبها خالص، تشيله، تمسحه، وتبتدي ترسمه بقلم رفيع سنون كده 0.5. الحاجب مش باين، عشان تشوفه لازم ما بيبانش، هو ما بيبانش، انت بتحسه وساخه، مش نفس فكره الولد اللي بيعمل فتله. فايه انت هتعمل ايه؟ يعني بتبص له كده من فوق لتحت وتف عليه. هتعمل دي خساره نتكلم عليها، دي واحده كسلت تعمل حواجبها فشلتهم يعني، فهنعمل لها إيه؟ دي رايقه خالص، رايقه جلاش دماغها كده في البطاطا، مش لهاش دعوه بالدنيا، تشيلي حواجبك. تاني ده بقى بجد اقسم بالله مصيبه، مصيبه وكارثه حقيقيه وعز الجلال الله مش بهزر. وده اكبر دليل على ان الانسان فعلا اصله تامر حسني. حواجبها قد كده، دي ايوه قد كده، الحاجب بيبقى قد كده بالظبط. حد شايف؟ يعني الحاجب بيبدا من عند العين يخلص في نص القوره هنا في الحته دي كده، ده كل ده حاجب، كل ده حاجب كده. يعني قلبين طوب رصيف ماشيه بيهم على دماغي. عملتيهم ازاي؟ وشرف امك يا شيخه عملتيهم ازاي؟ عملتيهم عند اني نقاش؟ وبعدين معجنك الاول ولا صنفر ولا عمل ايه؟ يعني اني كوافير محترم او حتى مش محترم، او حتى مش محترم، اني كوافير هيخرجك كده؟ لو صاحب كوافير مش هطلع سمعه وحشه على نفسي، انا مش هخرج واحده من عندي كده. يعني انا كده بقضي على مشوار المهني، هتعصب ولا اشتم ولا احرق في دمي عشان الناس اللي بتقفش. بس ليه يا بنت الجزمه؟ قولي لي ليه؟ استفدتي ايه؟ يعني انا بطني بتقلب، لساني بيدلدل، ببقى عايز ارجع، عينيا بتوجعني. ليه؟ لما تيجي الحاجب ده ما بيتقلكيش وشك؟ ما بتبقيش ماشيه طول الوقت عايزه تسندي على حاجه، خايفه تتكفي على وش امك ونخلص؟ بجد بترسميه ازاي؟ يعني ده بترسميه بقلم ماركر بتاع السبوره ده؟ الميك اب طبعا بتاعتك عباره عن جبس، اسمنت لزوم التحديد، سلبه بدل الفتله. ما هو الحاجب ده طبعا مش هينفع معاه فتله، السلبه بتاعت العربيات الجامبو الكبيره دي، هي دي اللي فرشه بلاط تسرحي برضو بيها، ازازه فينيك تلسعي طرف الحاجب كده بحيث انه ايه، يدي سنه لمعه، سنه لمعه كده. ما والله العظيم زهقنا اقسم بالله، والمصحف حرام عليكم. البت من دول يبقى حاجبها خارج كده من جنب وشها عامل زي المنشر هنا. عيب يا جماعه، ما يصحش اقسم بالله اللي بتعملوه ده عيب. ايه الغرض؟ يعني ايه الغرض من اللي بتعمليه؟ انت بتبقي عايزه ايه؟ يعني عايزين تطفشونا من البلد نسيبها لكم نمشي يا جدعان؟ طب عايزين ايه طيب؟ ما هو عيب، ما يصحش.